السلام عليكم. في فيديو اليوم رايحين نحكيو على سيارة كانت مظلومة في السابق وما هيش محبوبة بزاف، لكن مع غلاء الأسعار وغلق الاستيراد رجعت هي الحل للي يحوس على سيارة عائلية بسعر معقول. اليوم رايحين نحكيو على بيجو 301 وأختها التوأم سيتروين سي إليزي. 301 والسي إليزي هما وجهان لعملة واحدة، سيارات عائلية اقتصادية من صنف سيدان، ظهرت أول مرة في سنة 2012 وكانوا يصنعوا في إسبانيا والصين. في نهاية 2016 وبداية 2017 صار تغيير في السيارتين وين داروا لهم فيس ليفت أو ما يعرف بالفاز 2. من حيث التصميم السيارتين يجوا بتصميم جميل وبسيط، ما فيش أشياء مبهرة لكن أيضا ماهوش بشع، تصميم أنيق وعملي. الطول الكلي يقارب 4 أمتار ونصف، وهذا خلت السيارتين يكونوا واسعين بزاف من الداخل وتقدر ترفد 5 أشخاص بالغين بكل أريحية، وزيد عليها الأعمال الكبيرة لتقدر ترفد سعة توصل لأكثر من 500 لتر. بالنسبة للخامات السيارتين من الفئة الاقتصادية، يعني البلاستيك هو اللي طاغي والعزل الصوتي ماهوش أحسن حاجة، لكن بشكل عام رايح تحس براحة ورحابة داخل المقصورة. في الفاز 2 أو الفيس ليفت PSA دارت شوية تغييرات على السيارتين، زادت لي فودو جور أليد، غيرت شوية في شكل الكالندر والبارشوك، ومن الداخل زادت طابلات 7 بوس. الآن نجيو للصح ونحكيو على لي موتوريزاسيون. 301 والسي إليزي متوفرة في الجزائر ب3 محركات، 1.2 VTI بقوة 72 حصان 3 سيلندر، 1.6 VTI بقوة 115 حصان، وفي الديازل 1.6 HDI بقوة 92 حصان. بعد الفيس ليفت في بداية 2017 PSA غيرت شوية في المحركات، بدلوا المحرك 1.2 VTI بمحرك 1.2 بيورتك بقوة 82 حصان، وزادوا محرك آخر في الديازل هو 1.6 بلو HDI قوة 100 حصان. طبعا احنا في الجزائر اغلب سيارات 301 والسي إليزي مصنوعة ما بين 2012 و 2015، يعني الفاز 1. والمحركات المتوفرة هي الأندو VTI، أنسيس VTI والأنسيس HD. وإذا لقيت محرك آخر في السيارة أعرف أنه تم تغييره وماهوش جاي معه. من حيث الاعتمادية أفضل محرك هو الأنسيس HD، وأسوأ محرك هو الأندو VTI. كاين بزاف اللي يغلطوا ويحسبوا المحرك أندو VTI الموجود في 301 هو نفسه الموجود في 208، وهذا خطأ. المحرك تاع 208 فيه ديفازور وفيه الكتروفان ويخرج 82 حصان، اما تاع 301 يجي سامبل ويخرج 72 حصان برك. حتى لي بيستون يختلفوا في الشكل نتاعهم، وصحيح المحركين يتشابهوا لكن ما همش نفس المحرك. اما بالنسبه للفينيسيون اللي متوفرين في 301 كاين اكسيس، اكتيف، الور وكروم، وفي السي إليزي كاين اكسكلوزيف، اتراكسيون وكونفور. هذو اهم لي فينيسيون. بما أنه السيارة اقتصادية فما كانش فروقات كبيرة بيناتهم. والآن نجيو للسؤال الحقيقي ليطرحه أي واحد حاب يشتري 301 أو السي إليزي: هل هذه السيارات اعتمادية وهل تستاهل تشتريها في الوقت الحالي؟ حسب رأيي الشخصي السيارتين في زوج ملاح ويوفروا راحة ورفاهية ممتازة ليك ولعائلتك، وما فيهمش مشاكل كهربائية أو إلكترونية معقدة، لكن كاين نقاط لازم تحطهم في بالك قبل ما تحط دراهمك. أكبر فوبيا صارية من السيارتين هي من محرك أندو VTI 3 سيلندر، على بالي كامل الناس يخافوا منه. صحيح المحرك فيه عيب معروف هو الكونسوماسيون دويل، والمشكل الأكبر هو لاشين دو ديستريبيسيون اللي تدور وسط الزيت وتتفتت مع الوقت وتكولي الموتور، لكن اليوم الصيانة تاع هذا المحرك ولات متوفرة، يعني تقدر تدير له ريفيزيو كومبليت وتنجح لك عادي ويرجع المحرك جديد، بشرط تدير له الزيت تاعو لا 5 ولا لا 10 وتبدل لاشان في وقتها. هذه المشاكل هي السبب الرئيسي اللي خلت الناس تهرب من 301 والسي إليزي. النقطة الثانية اللي لازم تعرفها متعلقة بالحمولة ووزن الركاب. السيارة هذه جاية طويلة، إذا كنت دائما ترفد معك 5 أشخاص مع الباجاج رايحة تهبط بزاف من الخلف، لأنه لا سيسبونسيون تاعها جاية سوبل وما تحملش، وزيد مع لا بيس دو ريشونج ما كانش، بزاف ناس راهم يعانيوا من هذه النقطة. كاين حاجة أخرى لقيت بزاف ناس يشكيوا منها في محرك أندو VTI، يقول لك السيارة في الطلعة تموت. هذا ماشي عيب في السيارة، لأنه محرك أندو VTI محرك صغير مخدوم باش يكون اقتصادي، والأداء الاقتصادي طبيعي جدا يكون ضعيف في المرتفعات. إذا حاب تطلع العقبة تاع الجباحية ولا الخميس بالسانكيام والسيارة معمرة، هنا لازمك محرك أنسيس HD ولا الأنسيس VTI. لازم تفرق بين ضعف الأداء بسبب سعة المحرك وبين العيب الميكانيكي.
الخلاصة 301 ولا السي إليزي في زوج سيارات عائلية بامتياز ويناسبوا العائلات الجزائرية. مانيش نقول أفضل سيارتين في العالم، لكن سيارتين يقدموا أداء محترم ويوفروا رفاهية مقبولة بشكل عام. النقطة الأخيرة كما على بالكم الأسعار راهي شاعلة فيها النار، ما لا نصيحة لوجه الله قبل ما تشري وتمد دراهمك توكل على ربي أولا، ومن بعد دي السيارة وفحص عند ميكانيسيا وعند الطولي وزيد فوت عند الانجينيور ديمين، لأنه للأسف كاين ناس ما تخافش ربي ويخدعك وهو فرحان. هذا واش كاين في فيديو اليوم، تهلاو في رواحكم وسلام.